الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كما شفتوا معنا خوتي في الفيديو السابق كنا وقفنا عند القمة ديال ممر ماسكو، تما وقفنا شي شوية ارتاحينا وارتاحوا المطر حتى هما، لأنه كانت داك النهار الحرارة طالعة بزاف. وهذه هي التتمة ديال الطريق من زاوية أحنصال إلى تيلمي، وحنا غاديين في هاد الطريق وكنتعمقو وسط الجبال تما فين كاينه المتعة ديال السفر بالدراجة النارية. وهنا كتبدا المغامرة، لكن المتعة الحقيقية هي فين كتعمق وسط هاد المرتفعات ديال أيت عبدي. حنا في هاد الطريق تقريبا ولينا غاديين فوق من 2900 متر على سطح البحر. بقينا غاديين في هاد العلاوات الى غاية تقريبا دوار إيميدر، تا هو هاد الدوار تابع أيت عبدي بحالو بحال الدواوي الأخرى، بحال تافراوت، زركان، تيناتمين، بحال ما هادو فيلاجات صغار تابعين حتى هما لأيت عبدي. الطريق ماشي غير مجرد طريق وصافي، هنا في كل فيراج كتلقى مفاجأة، والمفاجآت كتختلف. يعني واش تقدر دوز عادي ولا تقدر طيح، ولا واش هاد الفيراج طالع ولا الفيراج نازل، وهادو هما المفاجآت. وكل كيلومتر كتقطعو كيحكي لك قصة، كتشوف شي دواور كاين وسط الجبل وانت غادي، والطريق تقريبا كلها جبال من قدامك ومن جنابك وفي المحيط ديالك بصفة عامة، وديال الطريق كامل وانت غادي المناظر كتبقى ديما كتبدل، بحال الا الطبيعة كترسم لك شي لوحة كل لحظة. صراحة واحد الأجواء في الطريق كتخليك تنسى الهم والتعب ديال السفر كامل. وفي الحالة ديالنا حنا كنعياو وكنتمتعو صراحة. والزوين في هادشي كامل هو اننا باقي ما وصلناش للهدف ديالنا من الرحلة ديال اليوم، وهادشي اللي كيزيد من المتعة ديال الطريق، لدرجة اننا بعض المرات كنتمناو اننا نبقاو غير غاديين وما نوقفوش، لكن هادشي هو اللي ما خاصوش يكون. وهادشي اللي كنصح به اي سائق ولا اي مطار هو انه خاص ضروري يبقى يتوقف مرة حفاظا على السلامة ديالو، وباش يبقى يراقب حتى الحالة الميكانيكية ديال الدراجة النارية ديالو. بالنسبة للرحلة ديالنا هاد السنة يعني ما جاتش غير بارازار هكاك، غير هكاك وصافي. يعني باش هدير الرحلة راه كان واحد التخطيط مسبق ليها من قبل، تقريبا واحد 3 شهور ولا 4 شهور، وحنا انا والصديق ديالي كنخططوا لهاد الرحلة هادي. يعني 4 شهور ولا 5 شهور وانت كتجمع في المعلومات غير باش توصل لهاد النتيجة. يعني ماشي ساهل بنادم اي واحد يركب على موطور ويقصد واحد الطريق وهو ما عارف على حتى شي حاجة. راه ضروري
خاصك دير لها واحد تخطيط مسبق ليها. شنو هي الطريق اللي تقدر دوز منها، واش كتسلك ولا ما كتسلكش، واش كاين بزاف ديال التحديات باش تضرب شي طراجي بحال ما هكا وسط الجبال. راه ماشي غير اركب على موطور ولا كون انا عندي موطور وتقصد الجبال بحال هكا. السياقه وسط الجبال راه ماشي هي وسط المدينه. هادو من بين مجموعه من التحديات ومجموعه من الاجراءات اللي درسناهم كاملين قبل من نتوغلو وسط هاد الطريق وسط العمق ديال جبال الأطلس. ومن بين هاد التحديات كنلقاو مشكل ديال البنزين اللي هو ليسانس. بحال هاد المناطق ليسانس راه قليل، وحنا في هاد الفترة ديال الحر وفي هاد المناطق عاوتاني، يعني الا ما درتيش ليسانس في الصباح بكري ولا مع الوحده ديال الصباح ولا هذيك، غتلقى البومبات ديال ليسانس واخا فيهم ليسانس غايقول لك اخويا لا ليسانس ما كيطلعش بالنهار، يعني الحراره مرتفعه. هادشي علاش هذا من بين اهم المشاكل اللي كتلقاهم في بحال هاد الطريق. يعني ضروري خاص الواحد يدير احتياط ديالو ديال البنزين وديال ليسانس. ديما فيما توصل لشي بلاصه كتلقى فيها ليسانس دير البلان، بقى ديما غادي بالبلان ديالك. مشيتي ضربتي غير 50 كيلومتر لقيتي شي واحد كيبيع ليسانس، دير ليسانس، يعني باش بنادم ما يتحنسرش وصافي. هذا من جهه. من جهه اخرى كاين عاوتاني التحديات ديال الاومبان. يعني الواحد خاصو يتعايش مع الاومبان ديالو، ما يتخلعش بزاف عاوتاني. لا انايا وقع لي هذا المشكل الناريه غادي نبقاو هنا هذه يعني ديما الواحد يتريث ويكبر عقله، لانك الا كنتي غادي بوحدك هذيك حاجه اخرى، ولكن لا معاك شي صديق غادي معاك في السفر ولا نتوما اون جروب وداكشي، يعني الواحد ما عندوش منه شي خاف. يعني المشكل تخاف الا كنتي غادي انت بوحدك، هذاك هو اللي فين يقدر يجيك واحد الاحساس انك غاد ولا واحد الرهبه انك غادي تبقى هنا وهذه. يعني الواحد هذا واحد التحدي، يعني كيفاش تتغلب على بحال هاد المواقف. يعني الواحد يكون ضابط نفسه مزيان في بحال هاد المشاكل اللي يقدروا يوقعوا ليه. وكاين عاوتاني واحد الحاجه اخرى، يعني وانت غادي ماشي تبقى غادي غير هكاك وصافي. يعني الواحد ضروري خاصو يهز معاه شي حاجه ديال الماكله. هادو كيتعتبروا بساط، ولكن بعض المرات الواحد كيتهاون عليهم، كيقدر يقول لا حتى نوصل للفيلاج الاخر ولا هادي عاد ناخذ وانت ملي غتوصل داك الفيلاج اللي جاي شكون اللي يضمن لك انه هذاك الفيلاج فيه داكشي اللي بغيتي نتايا. هنا خاص اي بلاصه كبيره دزتي منها ولا فيلاج كبير تقدم منه داكشي اللي خاصك، عاد قصد الوجهه اللي تابعها. هذا من جهه اخرى. وعاوتاني وانت غادي راك كتفكر عاوتاني كدير واحد كيف قلنا قبيله واحد التخطيط مسبق. هذا انت غدا غتشد واحد الطريق، يعني اليوم خاصك تفكر اشنو غادي دير لغدا. نيه شنو فين غادي تبات، فين تقدر تبات، فين تقدر تشري هذاكشي اللي غادي يخصك، فين اي حاجه خاصك تفكر ليها، اي حاجه بدون استثناء. هاد الامور اللي كنعتبرهم حنا بساط ولكن راهم مهمين بحال هاد المناطق هادو. وكيف ما
قلنا شحال هذا عاوتاني في الفيديوهات السابقين، راه ماشي بالضروري الواحد يوصل بالزربه للهدف ديالو. يعني هنايا راه ماشي السرعه تقتل، راه السرعه مهم، راه خبر في راسكم. هنا راه السيارة في الجبل، يعني ما خاصكش تمشي بواحد السرعه كبيره، لانه الطريق راه كلها فيراجات وانت اصلا ما عارف عليها والو. هاد الطريق وبيست وكاينين شي حجر وسط الطريق، يعني بنادم يمشي السوقان بالعقل وغير بشويه عليه. حنا راه ماشي بالضروره غادي نوصلوا بالزربه. وقت اللي وصلنا المهم هو نوصلوا بسلام. دابا وانت سايق كتبان لك هاد الصوره هادي، سبحان الله، تحس براسك انك غادي وسط السحاب مع الطريق هادي. شوف المنظر كيفاش داير، سبحان الله العظيم، بحال غادي والسحاب قدامك. يا هنا هذه المتعه ديال السفر فوق من 3000 متر، هي هذه. انت غادي على شوف سبحان الله، هاتي واحد المناظر والله صراحه ما غاديش يحس بها اللي كيعيش هاد اللحظه، ولا فايت ديجا عايش بحال هاد اللحظه هادي. وفي هاد الصوره هادي كيبان لكم الصديق ديالي راه غادي لقدام وبعيد مني شي شويه. راه ضروري خاصك دير ما بينك وبين الصديق اللي معاك واحد المسافه. علاش؟ لبزاف ديال الاسباب. تقدر ربما تكون عنده شي حاجه باغا طيح وتراقبها انت من وراه، ولا شي حاجه عوجه في الباكاج ديالو خاصك تقرب حداه وتقول ليه وقف يقاده. هادو من بين الاسباب اللي كتخليك دير واحد المسافه ديال الامان بينك وبينه، وما تقربش عليه عاوتاني بزاف، حيت الا قربتي عليه بزاف وانت غادي في هاد العقابه الله يسر، يعني كاين اخطار ماشي ما كاينش. لانه انت غادي كتلقى واحد الصعوبه فاش تطلع واحد العقبه وانت غادي تجي تزاحمو من وراه، يعني غادي يكون واحد المشكل. هنا ضروري خاصك ديرو ما بينكم واحد المسافه ديال الامان، ما تكونش بعيده بزاف وما تكونش صغيره بزاف، مسافه مهم متوسطه تما غادي كيبان لك. وهاد الدور كتناوب مره انت تزيد لقدام ومره تاخر وتخليه هو يزيد لقدام. وهذا الشيء كنطبقوا ديك القاعده ديال اختار الصديق قبل الطريق. لان الطريق مهما كانت زوينه كتبقى المتعه ديالها في الرفقه ولا الصحبه الصالحه والونيس اللي تشاركتي معاه التفاصيل الكامله ديال الرحله. يعني في السفر واثناء بحال هاد المغامرات الصديق الحقيقي ماشي غير داك الشخص اللي كيرافقك ملي كتكون الامور سهله عاديه، بالعكس راه الصحبه الحقيقيه هي هذاك الشخص اللي كيبقى معاك فاش كتصعب الرحله والطريق، وكيكون معاك في بحال هاد الطرقان وهاد الفيراجات وهاد الهبطات وهاد المسافات الطوال، وهو اللي كيشارك معاك الضحكه والخوف واثناء اللحظات التوقف والمناظر اللي ما كتنساش وبزاف. يعني
الرفقة الصالحة هذا هو الهدف ديالها. شوف هنا المنظر كيفاش داير، شوف الماعز، كنت غادي نشد واحد الماعز شوف الماعز انا فين سارح، تبارك الله. راه انايا الماعز راه شنقول لك، راه راعي واحد الماكله كياكل هنايا راه صحيه صراحه. يعني اللي بغى يجي يضرب شي عدروس خاص يتقداه من هنا اذا فالسفر والرحلات ماشي غير في الكيلومترات اللي كنقطعو، ولا في مجرد غير طريق ودوزناها واكتشفناها. بالعكس، راه كتبقى ذكريات صنعناها مع اشخاص واصدقاء وثقنا فيهم. لذلك راه نقدروا نساو المسافات اللي قطعنا، ولا الطرقان اللي ضربنا، ولا العدد ديال الكيلومترات اللي قطعنا حتى هي، ولكن راه ما كنساوش مع من عشنا هاد الذكريات ولا هاد الطرقان اللي ضربنا. في اي حاجه، في زوينها، في خايبها، في المشاكل اللي لقيتي، في المتعه اللي حتى هي اللي لقيتي، يعني حتى حاجه ما غادا تنسى. وهذا الشيء علاش خاصك دائما وقبل اي سفر وقبل اي رحله الواحد ناوي يديرها، اذا ما كانش غادي يديرها بوحدو، خاصو يطبق داك المقوله ولا القوله ديال اختيار الصديق قبل الطريق. وفي المواقف اللي غادي يوقف معك فيها خاصك عاوتاني طبق عليها ديال الصديق وقت الضيق. تما في كيبانو الاصدقاء ديال بصح. وحنا باقيين غاديين مع الطريق، ودابا قربنا لواحد المعلمه هي حديثه، ولكن صراحه كتبان واحد الهيبه عندها، واحد المنظر واعر. المدرسه الجماعاتيه ديال ايت عبدي، هنا فين كاع الدراري ديال هاد الدواوير اللي ذكرنا قبيله، ديال التفراوت والزركان وايمي الدر، تقريبا كيقراو في هاد المدرسه هادي. المدرسه تبارك الله راه عندها واحد المساحه شاسعه كبيره بزاف. حتى البنايه ديالها صراحه زوينه. هنايا راه في ايامات الثلج راه الطريق راه مقطوعه. ومن هذا المنبر كنوجهوا التحيه لهاد التلاميذ اللي كيقراو هنا والاساتذه اللي كيقراو هنا، رغم قساوه الظروف وقساوه العيش هنايا صراحه. وغير ملي كتفوت هاد المدرسه هادي كتلقى قدامه قريب شي شويه ماشي بعيد بزاف السوق ديال ايت عبدي، اللي هذاك النهار اللي دزنا منه لقيناه كان خاوي، ما كانش كيعمر. من بعد ما كتفوت السوق ديال ايت عبدي كتوصل كيبقى قدامك دوار ايمي الدر، وهنايا كتبدا واحد الحالة ديال الرهبة. هنايا من 3000 غادي نبداو نهبطو، واحد الفيراجات وواحد الهبطات، راه لا اله الا الله محمد رسول الله. ومع تقول اللي عندنا صراحة راه كيزيد يصعب علينا شوية الطريق. هادشي علاش شوف الفيراج كيفاش داير، شوف 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 شوف
كيفاش مجموع، راه كتحبس وكتنقص وكتنقص وكتخاف اللي ديك واللي كيزيد عاوتاني يقصح عليك السياقه هو في المرتفعات كتلقى الريح قاصح، البرد، يعني تقدر تبغي الدور ولكن يغلب عليك البرد مع الثقل ومع الموتور ثقيل وهادي يغلب عليك البرد. شوف دابا حنا راه غادي نقطعوا تقريبا واحد المسافه ديال 10 كيلومتر كلها هابطه وسط هاد الفيراجات هادو. راه تقريبا كندير فيديوهات مطولين. علاش؟ يعني باش اي واحد يبغي يسلك هاد الطريق غادي يشوفها بحلوها ومرها كيف يقول، ماشي يبقى يشوف غير الحياة الوردية ديالها، بنادم يوريكم غير المناظر الزوينة وهادي. يعني هاد المسافة تقريبا فيها تقريبا شي 70 ولا ما بين 70 حتى 90 كيلومتر من زاوية حنصال حتى لتيلمي. بنادم كيختصرها في فيديو فيه تقريبا نص ساعة ولا ساعة الا ربع. بالعكس ما خاصش بنادم، ماشي ما خاصش بنادم، يعني واحد حر، يعني الواحد خاصو الا بغى يبين الطريق بكل شيء اللي فيها، بالزوين ديالها والعيوب ديالها. من بينوش فيها غير الحوايج الزوينين. يعني واحد الا كان واحد مقبل على بحال هاد الطريق راه خاصو يستعد ليها، وباش يستعد ليها خاصو ياخد عليها فكرة، وباش ياخد عليها فكرة راه خاصو على الاقل يشوف الحالة ديال الطريق كيفاش دايره. هنا راه ما كانش عندك الفرانات وكتفران موتور وداكشي راه كاين خطر صراحة. راه واحد الهبطات ما شاء الله، قلت لك واحد المسافة تقريبا ديال 8 كيلومتر ديال الهبطة، وكاينين شي فيراجات راه مجموعين لواحد الحد ما كيتصورش. يعني وانت هابط وكتلقى فيراج مجموع وفيه الحجر والتراب راه يقدر يطيحك. يعني ضروري ولا لازم شوية الحيطة والحذر في بحال هاد الطرقان هادو. شوف المناظر كيفاش دايره هنا، كيف ما قلت لكم غادي وسط الجبال على اليمين وعلى اليسار وفي المحيط ديالك كاملين. ودائما كنركز على مسافة الأمان. الطريق ديالي مسافة الأمان شحال بعاد على بعضياتنا، يعني ما خاصناش نبقاو متقاربين بزاف ونبقاو متباعدين بزاف كما قلت لكم شحال هذا. وحنا دابا غاديين لدوار إميتر. هنا في هاد الدوار هادي اللي غادي نلقاو فيه واحد العقبة اللي بزاف صعيبة بزاف بالنسبة لواحد عنده موتور صغير وبغى يجي يدير هنايا. يعني موتور 110 ما عندك ماكينة 110 تجي ماشي ما تجيش، ولكن الا عندك الثقل بزاف صعيبة القضية شي شوية صراحة. غادي نطيحوا في هاد المواقف وغادي تشوفوا ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. انا دابا نوريكم غير الطريق كيفاش دايره والمتعه ديال الطريق. راه وانت غادي راه واحد الاحساس روعه. الصوره تبين لكم. كيف ما كتشوفوا فهاداك الجبل اللي قدام راه كاينين فيه بحال الكهوف، حفاري كبار، الناس ساكنين تما، الناس الرحل كيسكنوا تما. وحنا دايزين وغيخرجوا لنا دراري صغار من تما. شوف الناس فين ساكنين، راه هما هذاك الحفار اللي كيبانوا لكم
راهم بحال الكهوف كاينين الناس سبحان الله العظيم فين ساكنين. هاد الناس راه ما يعرفوا لا تليفون لا كونيكسيون لا تران لا طياره لا حتى شي حاجه. دابا اش غنقول لك، دابا هاد الناس اشنو غادي يقولوا الا كان واحد ساكن في المدينه مثلا وكيقول البلاد ما دارت لينا والو، هادي 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 هادي. دابا الناس اللي ساكنين هنا شنو غادي يقولوا؟ دابا بحال هاد الناس دابا راهم مساكن راه ما كيطالبوا حتى شي حاجه وحيده اللي كيطالبوا بها، كيبغيو غير الطريق. ايوا بغينا غير الطريق اسيدي، حنا ما بغينا والو، صاوبوا لنا غير الطريق. هذه هي المتطلبات ديالها. شوف القساوه ديال العيش هنا كيفاش دايره، هادي في الصيف، فما بالك بأوقات اللي كيكون فيها الثلج والطريق مقطوعة. هنا راه فوق 2000 و 3000 راه تقريبا راه الثلج راه كيطيح، راه ماشي كيطيح بواحد السمك اللي صغير بزاف. انا راه كاين غير 3 متر الفوق ديال الثلج، راه ماشي راه ما سهلاش، راه متر ديال الثلج ما سهلش. هنا راه الناس راه رغم القساوة ديال المناخ هنايا، واخا هكاك حامدين الله وشاكرين، ديما عايشين بالحمد لله. شوفوا الصعوبة ديال الطريق كيفاش دايرة. شوف هنا غتبدا الصعوبة الحقيقية، وجاي ما صعاب من هادشي، جاي ما صعاب من هاد الطرقان. شوف هنا هاد الدري كيفاش غيحاول يتلاح ليا على الموطور، كنقول ليه حيد، شوف كنقول ليه حيد، غيتلاح ليا على الموطور، كان غادي يطيحني هنا. ومع ذلك ما باغاش يتفاك. كان مع دابا الفيراجات كتمشي حتى للراس وكتعاود تطلع وكترجع، والدري كيطلع غير على الجبل، كيطلع على رجليه وغادي يتلقى لينا من الجهه الاخرى. هنا غادي نوصلوا دابا لواحد النقطه في إيميدر، هي ربما هي الصعيبه في هاد المرحله هي هادي. شوف الطريق كيفاش دايره، راه واحد العقبه اللي واقفه بزاف وما يمكنش، لدرجه انه شوف الصديق ملي بغى يوقف كيفاش رجع به الموضوع. يا بسم الله روميان سير.